القصه ديالنا كتقول ان فرعون ما عمرو كان ذكي، يعني فرعون واخا كان كيقول لهم انا ربكم الاعلى كان مكلخ، وكان كيعتمد على هامان في كل شيء، في الكبيره والصغيره. فواحد النهار جات واحد المراه كبيره عند فرعون وكتبكي عليه وكتقول ليه راه ماتت لي المعزه ديالي، عافاك خلق لي معزه جديده. بحكم هو كان كيقول لهم انه كيخلق الحيوانات وكيخلق البشر وما الى ذلك. فتلاقات بهامان وقالت لي راني جيت عند فرعون باش يخلق لي معزه حيت المعزه ديالي ماتت. فقال لها هامان عرفتي شنو، انا نعطيك هاد المعزه وسيري قضي غرض، حيت فرعون دابا راه مشغول كيخلق الابل. فمشات وهي فرحانه بان فرعون كيخلق الابل وانه ما قدرش ان المعزه حاجه صغيره ما قدرش يخلقها ليها. فخدات معزه عوضات بالمعزه ديالها ومشات. فمن بعد جا فرعون سول هامان قال لي ديك المره اللي جات الصباح شنو درتو معاها. فقال لي راني صيفطتها وقلت ليها خذي معزه وحده اخرى ومشات فرحانه. فقال لي شنو قلتي ليها؟ قال لي قلت ليه راه فرعون مشغول بصنع الابل، يعني هو دابا كيخلق الابل ما يقدرش انه يخلق لك معزه. فقال لي يا هامان عرفتي شحال خلق الابل شحال كيعي. فقال لي واش على هامان فرعون، يعني فرعون كان مكلخ